السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد ولي العهد الأمير الحسن يفاجئ كل لاعبي المنتخب المغربي بهدية ثمينة بعد حصولهم على المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022. لن تخطر على بال أحد، بس قبل ما نبدأ ومن فضلك ادعمنا بلايك واشتراك ليصلك كل ما هو جديد وحصري لحد عندك. رغم خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي في لقاء الميدالية البرونزية، أمر الأمير الحسن بن محمد السادس بصرف هدية قيمة لأسود الأطلس والجهاز الإداري للمنتخب. ووجه ولي العهد المغربي بصرف 100,000 يورو لكل أعضاء المنتخب المغربي الذي قدم أداء كبير ووصل للمركز الرابع في المونديال، ومن المنتخب المغربي بهزيمته أمام كرواتيا بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركز الثالث مساء السبت. وأصبح المنتخب المغربي هو أول فريق عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد النجاح الكبير الذي حققه في مونديال قطر بالتغلب على أسبانيا والبرتغال في ثمن وربع النهائي، وقبلها تصدر مجموعته في الدور الأول. ويهنئ المنتخب الأرجنتيني بعد هزيمة فرنسا والحصول على بطولة كأس العالم 2022